خلاص يا شباب، وصلنا للمرحلة الصعبة ونص نهائي اليورو. والنهاردة أول يوم في نص نهائي اليورو. وصلنا للماتشات اللي التوقعات فيها بقت صعبة. بس الحاجة الوحيدة اللي لازم تكون عارفها إن الماتش والماتش النص النهائي، الماتشين اللي هتلعبوا في نص النهائي هيبقوا كلهم متعة كروية ما بعدها متعة. ما ينفعش يتفوتوا. يعني أنت لو وراك إيه، لو وراك شغل أجز، لو وراك أي حاجة سيبها، بس ما تفوتش ماتشات نص النهائي اللي هتتلعب دي، لأن بصراحة انا مش عارفه اوصفها لك عامل ازاي. نبدا بالنهارده وفرنسا هتلاعب اسبانيا. انتوا متخيلين الماتش ده هيبقى عامل ازاي؟ يعني فرنسا واسبانيا على مر العصور كلها الماتش ده ماتش جامد. هيحصل فيه ايه؟ صعب تتوقع. بس انت بقى تتوقع مين اللي يكسب ويكسب كام. لو توقعت النتيجه صح يعني توقعت المنتخب اللي يكسب صح والنتيجه صح، اختار واحد من اللي توقع صح ويكسب تيشيرت المنتخب اللي توقعه. توقعوا وابهروني وما تفوتوش الماتش.